هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. طبعا اليوم راح ابدي معاكم روتيني المسائي ولا الظهر. انا امي كانت بالسوق جابت لنا هذا المسواك كنا محتاجينه للبيت. راح ابدي افرغ معاكم المسواك. طبعا هذا المعطر من المفروشات، ريحته كلش حلوة. وهنا غسلت المواعين مع الغداء وكملت. راح ابدي اعزل المواعين وصفتها وياكم. بعدين كان عندي شوية ملابس همينة غسلتها وشطفت الجراج مثل ما تشوفون. راح ابدي انظف وارتب البيت. وهنا امي جابت لنا هذا المزهريات او الورد الاصطناعي، راح ابدي اوزعه على الدرج. طبعا هذا الدرج منظر كلش حلو ومرتب مثل ما تشوفون. راح ابدي اسوي وياكم العشاء. راح ابدي اسوي برياني. طبعا بنات لا تنسون تكتبولي من ايام محافظة، تابعوني اكتبولي بالتعليقات، خلونا نتعرف على بعض. وهنا عندي سلقة الدجاج وراح ابدي انقع التمن مثل ما تشوفون. بعدين راح ابدي اخلي البزارية. احب استخدم الاكياس المجمدة اطيب من المعلبات. وقطعت البطاطا وراح ابدي اخلي بينما الدجاج والبزارية ينسلخون بهاي الطريقة مثل ما تشوفون. راح ابدي اضيف عليها البزارية بعد ما سلخت عندي. بعدين راح ابدي اخلي اللوز، اذا تحبون تضيفون الفستق براحتكم او حتى بدون. وراح ابدي اخلي عليه الكشمش واخليهم سوا لحد ما يتحمصون، وارفعهم عن النار واخلي الدجاج بهذا الشكل. طبعا حبايبي تكتبولي بالتعليقات اي نوعية من الفيديوهات تحبون انزل لكم، اذا كانت روتين او فلوقات او طلعات او مشتريات. اكتبولي فكرة الفيديو الجاي. وهنا راح ابدي اخلي الشعرية بس في الدست اختضرها لحد ما تتحمص. بعد ما كملت عندي راح ابدي اضيف عليها التمن واضيف عليهم ماجي، اذا تحبون تضيفون ملح براحتكم. وهنا راح اترك التمن لحد ما ينشف الماي ويبدي يتهدر. وهنا نشف عندي الماي، راح ابدي اقلبه واخليه على نار هادية حتى يكون جاهز عندي. راح اضيف عليه هو يتهدر معلقة اكل من بهارات البرياني. وهنا راح ابدي اسوي مرقة شجر. خليت في البداية بصل، راح ابدي اسوي المرقة بينما يتهدى التمن. وراح ابدي اضيف عليها الشجر واقلبهم سوا، واضيف عليهم ماي وماجي اتركهم لحد ما يستوي عندي الشجر بهذا الشكل. بعدين راح ابدي اضيف عليه معجون طماطم واخليه يغلي ويستوي على راحته. بعد ما تهدر عندي التمن راح ابدي اضيف عليه دجاج واضيف عليه خلطة البرياني، اخليه يتهدر هم لمدة ربع ساعة بهذا الشكل. وهنا جهزت عندي البرياني. طبعا طعمها طلع كلش طيب ويجنن مثل ما تشوفون، والالوان تخبل. وهنا حبايبي راح ابدي اسوي دجاجيك. طبعا ثرمت الثوم والخيار. وهنا راح ابدي اخفق اللبن واضيف عليه الخيار والثوم واخلطهم سوا. وهنا جهز عندي وصلت الخضروات. وهنا راح ابدي اركع خرافس. وهنا كمان عشان اسهم وسامكم العافية حبايبي. طبعا البرياني طلعت كلش طيبة، طعمها يخبل. طبعا ورا العشاء لازم ورا الليل الشتا طويل ونراد له تعلولة. راح ابدي اغسل الفواكه واسوي احلى تعلولة وياكم. هنا بديت ازين الصحن التعلولة واخلي بيه الفواكه مثل ما تشوفون. طبعا حبايبي لا تنسون تخلولي لايك وتشتركون بالقناة، تشاركون الفيديو حتى تكبر عائلتنا اكثر. وهنا كملت عندي الفواكه مثل ما تشوفون، قطعتها بهذا الشكل المرتب. طبعا لا تنسون تتابعون حسابي على التيك توك آية بيوتي. هناك انزل لكم تصحون هاي ترتيب الفواكه والخضروات والاشياء السريعة والسهلة على التيك توك. هنا راح ابدي اقلي الشامية. طبعا بالليل اطيب شي ليل الشتاء اللي هو كاكاو
تسوين بالبيت أو تقنية شامية أو حلاوة شعرية. ليلة الشتا طويلة يراد له أفكار كلش حلوة وسهلة وسريعة. وهنا كنا تعالوا لنا حبايبي، سهم من سهمكم العافية إن شاء الله.